المواطنين وأعيان مناضلين الحزب، رؤساء الجماعات، الهيئة القيادية للحزب في الجهة. نحن في الحقيقة نظمنا هذا اللقاء بعجالة. انتم عارفين على أن البارح درنا هون لقاء المؤطرات، ولهذا قلنا عنا لابد كذلك نعاودوه اليوم إن شاء الله باش يحضروا معنا المؤطرين كاملين الحزب، وكذلك يحضروا وجوه من الأعيان المدينة باش نتكلموا على هذا الحدث الهام اللي يتنظم اليوم، واللي خاصنا نشاركوا فيه كاملين بكل قوة. وأنا متأكد بأنه ما خلق حد هون في هذه القاعة ما وراه مجموعة كبيرة من الناس الثانية اللي خاصها كاملة تحضر معنا باش ننجحوا هذه المسيرة اللي هي في الحقيقة مسيرة اللي تعود تاريخية في الداخلة، واللي إحياء لذكرى غالية على نفوس كل المغاربة، وهي ذكرى المسيرة الخضراء. فلهذا أنتم ما تحتاجوا حد يتكلم لكم عن مغزى هذا الحدث، لا من حيث مكانته في التاريخ ولا كذلك من حيث أهميته يعني بالنسبة لجميع الفاعلين السياسيين وبالنسبة حتى للوطن جميعا. ولكن أنا جيت فقط باش نأكد بأنكم حضوركم هون معنا هو من أجل تعبئة شاملة لإنجاح هذا الحدث اليوم وهذه المسيرة وهذا المهرجان الخطابي اللي ينظمه في شارع الحسن الثاني، باش جميعا نهبوا من كل أحياء المدينة كلها حسب حيه، يعني يعبي الناس باش تجي تحضر معنا في هذه المسيرة. بالنسبة لنا احنا كحزب هون في هذه الجهة بأنها تكون مستقلة وبأن الحزب ماشي في البعد الجهوي، التمثيلية تعود جهوية ولا تعود تابعة لأي جهة أخرى. وهذا رانا قايلينه ما مستنقصين من حد ولا كذا، العكس نحن نحترم الجميع، ولكن فقط جهة الداخلة إن شاء الله ما تلاقي تتبع لأي جهة. ثانيا النقطة الثانية اللي ذكرت كذلك يامس وكررها، وعلى أنه تنسيقية جهوية للداخلة خاصة تكون عندها تمثيلية في اللجنة التنفيذية للحزب، وهذه اللي تعود إن شاء الله. تاريخية بمناسبة الذكرى 48 المسيرة الخضراء مظفرة، وبدوري بحث جميع المناضلين ومناضلات الحزب باش يأطروا وباش يعبوا وباش يعلموا الناس باش تعود حضور وازن وتعود إن شاء الله مسيرة ناجحة واللي تعود ناجحة إن شاء الله بكل المقاييس. وبدوري نمشي مع السيد المنسق الجهوي ونكرر عن لابد الداخلة تعود ممثلة في اللجنة التنفيذية ومنسقها الجهوي، ونحن كمناضلين وكمستشارين برلمانيين تابعين للإطار اللي نمشوا فيه إلى أبعد حد باش يعود عندنا تنسيقيتنا ممثلة في اللجنة التنفيذية في شخص السيد المنسق الجهوي الخطاطي. مرحبا بكم وسهلا في بيتكم، وشاكرين لكم على سرعة تلبية النداء اللي نعيطك من راكم نديروا تقريبا ساعتين كانوا جاي تبارك الله بالمناضلين والمناضلات. هذا واعر على حد يعدلوا وهو حزب الاستقلال الهندي. حضرين مرحبا بكم وسهلا، ونأكد لكم على حضوركم في التظاهرة اللي تكون إن شاء الله العشية مع الخمسة في الساحة، اللي طالب من جميع المناضلين والمناضلات يحضروا كثافة، لأنها تظاهرة وطنية كبرى تعدل إن شاء الله ربنا. ونأكد على ما جاء في كلمة الإخوة على داخله يلا تتوضع عندها تمثيلية في اللجنة التنفيذية ديال حزب الاستقلال، وهذا السلام. وما توفيها هو انه يدافع في المقاومة جيش التحرير، وحنا في جيش في محيط حزب الاستقلال، ولكن فيه مكانتنا واختيارنا. ما فرسينا حد على حد ولا فرسينا حد
حضر غير لما كانت تموت وسيرتنا كنا بها مخلينا وينا. احنا جمعنا لهم قاعة الاستقلال على هذا الحدث. هذا ما يحتاج حد يقول الحق. احنا مواطنين كاملين ومغاربة كاملين وعندنا الغيرة على المصلحة العامة ونطلب عند الله يجمع شملنا ووفقنا. السلام عليكم. والمطلوب من الجميع أن نحضر بكثافة في هذه المسيرة الوطنية الكبرى التي ستقام بجهة الوادي الذهبي، ومن خلالها نبين للقاصي والداني على أن وحدة التراب ووحدة البلاد شيء لا رجعة فيه. السيد المنسق الجهوي قام بمجهودات جبارة، ونحن نشكره على هذه الجهود الكبيرة والعظيمة على مستوى جهة الداخل والذهب، ونتمنى له التوفيق ولكم جميعا التوفيق والنجاح والسداد في المستقبل. فيما يخص النقطة الثانية اللي تكلم عليها السيد المنسق وهي الجهوية المتقدمة، المسار الذي دخلته المملكة المغربية نحن منخرطين فيه تماما، ولا يمكن أن نتراجع خطوة إلى الوراء، لأنه اليوم أصبح ملزم علينا أنه حزب الاستقلال تكون عنده تمثيلية جهوية على المستوى الوطني. جهة الداخلة من المفروض أنها تكون في اللجنة التنفيذية وممثلة في السيد المنسق الجهوي السيد خطاطة. نحن معه أمامه ووراه في هذه المجهودات، وإن شاء الله ستتحقق بكم جميعا وبنضالاتكم وبوقفاتكم وبكذلك إصراركم على الوصول إلى النتيجة. للمؤطرين والمؤطرات البارح واليوم من أجل أن نحثوا جميع المواطنين من جميع الأحياء بأنهم يشاركوا في هذه المسيرة الكبيرة اللي تنظم في شارع الحسن الثاني إحياء لذكرى المسيرة الخضراء. وهون أؤكد مرة أخرى وأجدد النداء لكل المواطنين في كل أحياء مدينة الداخلة بأنهم يهبوا جميعا ويشاركوا في هذه المسيرة ويحضروا لهذا المهرجان الخطابي الهام اللي له ينظم الساعة 5 مساء، من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء اليوم في ساحة الحسن الثاني. وشكرا.